كنت مجهز مقدمة تانية خالص النهاردة. أنا بقعد أجهز لشغلي من قبلها بأيام، يعني ترتيب الحلقات وكده، لكنه فوجئت من امبارح وأول امبارح في حملة غريبة شوية على نجم أسطوري، نجم كبير، نجم عظيم اسمه محمد صلاح. محمد صلاح المصري، ابن مصر، ابن نجريج، قرية من قرى مصر، الشاب المكافح اللي طلع على دراعاته، على ايده، على ايديه الاتنين كده، طلع عشان يبقى بطل، عشان يحقق ارقام ما حصلتش، عشان يجيب 150 جول مثلا في الدوري الانجليزي، منهم 148 مع ليفربول وهدفين مع تشيلسي، عشان يبقى اكتر لاعب في التاريخ سجل اهداف في البريمير ليج او في الدوري الانجليزي، عشان يبقى رقم 10 في ترتيب الهدافين التاريخيين للدوري الانجليزي من ساعة ما انشئ، عشان يبقى خامس اسرع لاعب يوصل ل 150 هدف، لعب 247 مباراة عشان يسجل 200 هدف مع ليفربول في كل البطولات، عشان يبقى في المركز الخامس في ترتيب الهدافين التاريخيين لنادي ليفربول، وهيزيد ان شاء الله، هيبقى اكتر من كده بامر الله، عشان يبقى اول لعيب من خارج المملكة المتحدة او من خارج بريطانيا بيسجل الاهداف ده في تاريخ نادي ليفربول، عشان يبقى ثالث لاعب اجنبي في تاريخ الكرة الانجليزية بيسجل 200 هدف لنادي واحد بعد تيري هنري واجويرو. محمد صلاح يا جماعة محدش في مصر كلها ولا في العالم العربي ولا في افريقيا ولا في نص العالم كان يتوقع انه يصل الى ما وصل اليه. احسن لعيب في افريقيا مرتين، في البالون دور من ضمن افضل 3 لعيبه في العالم مرتين 3، وكان قريب جدا انه يحصل عليها مره، مفيش مره ال10 الاوائل مش موجود فيهم في ال5 سنوات الاخيره. محمد صلاح عدى تماما كل التوقعات، وبقى بالفعل نجم سوبر السوبر السوبر. ولما رؤوف خليف اطلق عليه فخر العرب كان معه كل الحق، ولما نقول فخر العرب وافريقيا بل والعالم اجمع ما بنجيبش من فراغ. محمد صلاح النهارده ما بيلعبش قدام مستقام عشان دي كاس الرابطه، المباراه دي بقت اقل منه. محمد صلاح ايقونه واسطوره ونجم فوق العاده. محمد صلاح قاد منتخب بلاده للتأهل لكأس العالم. محمد صلاح قاد منتخب بلاده للصعود لنهائي البطولة الإفريقية مرتين. ده محمد صلاح اللي قدامكم ده بعد ما دخل فينا الجون، أظن كان قدام الكونغو، وهو اللي جري وسعى وسجل هدف التأهل في الوقت بدل الضائع. هو محمد صلاح، لأنه ببساطة شديدة جدا هو منتمي لهذا الوطن، منتمي لهذا البلد، منتمي لهذا الشعب، ومنتمي لهذه الأمة. فانتوا عايزين ايه من صلاح؟ بيحتفل مع اطفال بريطانيا، يحتفل مع اطفال بريطانيا. ايه الغلط اللي عمله صلاح انه بيحتفل مع اطفال بريطانيا؟ ايه اللي عمله يعني؟ ما الشعب الانجليزي بيطلع مظاهرات دعما للقضية الفلسطينية، اللي هم اهالي الولاد دول، وهو في مجتمع. محمد صلاح لا شفناه لا مؤاخذة لبس شارة اللي مش عارف مين، ولا شفناه لا مؤاخذة طلع في كلمة جارحة، ولا طلع لخبط في حد، ولا غلط في حد. وبعدين ده رايح مستشفى بيزور اطفال في مستشفى. انت عايز ايه؟ انت حضرتك عايز ايه؟ انت عايز ايه؟ كلنا بنبكي بالدموع على اولادنا واخواتنا واهلنا في غزة وفلسطين، وكلنا بنبدأ برامجنا بالدعاء لاخواتنا هناك، لكن الحياة بتستمر. الحياة بتستمر والكل بيعمل والكل بيشتغل، وده من صميم عمله، من صميم شغله. الاول قال لك ما طلعش ما اتكلمش، الراجل عمل فيديو خاص وكان فيديو مؤثر، ومن اعلى الفيديوهات اللي جابت ارقام في المشاهده. هحاول اجيب لكم الرقم بالظبط اللي عمله فيديو محمد صلاح رغم كل التحفظات. وانتوا عارفين هناك يوسف عطال مطالب يا عيني انه يتحبس عشان طلع قال كلمتين وغيرهم، لكن طلع وكان عنده الشجاعه انه يقول ويتكلم، انه بيعمل عمل انساني. كمل يا صلاح، احنا اسفين يا صلاح بجد.
عن اي حد بيتطاول عليك. هي حملة واضح، منظمة، ممنهجة، مقصودة، لانه محدش في العالم كتير هيبقى عنده محمد صلاح. محدش كتير هيبقى عنده محمد صلاح. شوفوا ميسي بيتعمل معاه ايه في الارجنتين، شوف كريستيانو بيتعمل معاه ايه في البرتغال، وشوف 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 وشوف. فيديو محمد صلاح اقترب من 200 مليون مشاهدة. من فضلكم ارفعوا ايديكم عن محمد صلاح. هي مش فارقة على فكرة معاه ولا معانا، ده بيزودنا حبا واقترابا والتصاقا من محمد صلاح. صلاح اصبح اسطورة وهتستمر ان شاء الله عز وجل، وهيكمل وهينجح اكتر واكتر واكتر. وبالتوفيق يا مشرفنا يا رافع راسنا، يا اللي عملت كتير لاهل بلدك نجريج، لاهل بلدك مصر، لاهلك وزويك ومحبيك، وعملت كتير جدا للعمل الانساني، وعملت ما لا يمكن لاحد انه يعمله في كرة القدم، على الاقل في وطننا العربي. دي مقدمة كان لابد منها. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعا مقدمة كبيرة قوي من الكابتن أحمد شوبير، نصرة لمحمد صلاح. انصر محمد صلاح زي ما أنت عايز، أو انتقده زي ما أنت عايز، في كل الأحوال العملية مش فارقة زي ما قال أحمد شوبير. محمد صلاح ما هو إلا لاعب كرة قدم، لا نزيد ولا ننقص من هذا. أسطورة، لاعب عظيم، لاعب كبير، كل ده إحنا عارفينه في مجال كرة القدم، بس لا نزيد عن ذلك. زي ما أنت عديت العظمة بتاعت محمد صلاح على مستوى كرة القدم، فإحنا بنعدد الناس المحترمة اللي وقفوا جنب قضية الأمة. زي ما أنت قلت، هو عضو ينتمي لهذه الأمة، وطالما عضو ينتمي لهذه الأمة، وعلى قدر عظمتك وعلى قدر تأثيرك كانت الناس بتطالبك. دلوقتي ما حدش بيطالبك بحاجة، لأن الناس ما بقاش فارق معاها محمد صلاح. محمد صلاح إحنا كنا بنقعد بالساعات نستنى الماتش بتاعه، ونقعد قبل ما يجيب الأجوان نحسب إحصائياته، ونتمنى إنه يجيب هدف واثنين وثلاثة وأربعة وعشرة. لكن دلوقتي لا اهتمام ولا تقدير ولا رغبة في معرفة أخبار محمد صلاح من ناس كتيرة وقطاع عريض داخل المجتمع العربي والمجتمع المسلم. وده مش عيب على المجتمع العربي ولا المجتمع المسلم، ما هياش قضية مؤامرة هنتأمر على محمد صلاح ليه. محدش ليه مصلحة إنه يتأمر على محمد صلاح ابن بلده، اللي عمل شيء كبير جدا وعظيم جدا في مجال كرة القدم. لكن الزاوية ما كانتش هي مجال كرة القدم، الزاوية اللي كان بيتكلم فيها الناس أساسا أهم كتير من كرة القدم يا كابتن أحمد شوبير. الزاوية هي شعب يتم إبادته، والشعب ده بيتم إبادته والناس صامتة، فالناس اللي لها تأثير عليها مسؤولية. اوعى تنكر ده، شاء أم أبوا في مسؤولية عليهم. كون الإنسان ياخد مسؤوليته ويقوم بيها حاجة، وكونه يعترض وما ينفذش المسؤولية ديت كما ينبغي حاجة تانية خالص. فاعتراض الناس وهجوم الناس ليه ما يبرره، سواء كنت مع أو ضد، فالموضوع كله وفي الآخر يرجع لضمير كل واحد فينا. كل واحد فينا يقدر يعمل إيه ويعمله. الموضوع مش سهل، الموضوع مش هين، الموضوع مش بسيط لناس بيتم إبادتها تحت أعين وأنظار العالم ككل. يا ريت اللي يقدر يقدم حاجة للناس دول، إخواننا وحبايبنا، يقدم لهم أي حاجة. ده أبسط البسيط، كلمة طيبة أفضل كتير من الصمت. كنت أهلاوي أصيل، إن كنت من عشاق الرياضة المصرية، ادينا لايك واشتراك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.